نقدم لكم جانباً من المحرقة الممنهجة التي ارتكبتها سلطات نظام الاحتلال المغربي الإرهابي على طريقة القوات النازية الفاشية ضد المدنيين الصحراويين صباح اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024. هاجمت السلطات المذكورة المكونة من الجيش والقوات المساعدة والدرك الملكي وكل أنواع وألوان الأجهزة الاستخباراتية مساكن وخيم المدنيين الصحراويين على طول الساحل البحري لمدينة العيون. تفاجأ المدنيين الصحراويين المقيمين بالشريط الساحلي المحاذي لمدينة العيون المحتلة جنوباً بهذا الهجوم الوحشي فجر اليوم دون سابق انذار أو علم مسبق، مما يثبت نية الاحتلال المغربي المبيتة في ارتكاب هذه المحرقة الغادرة، حيث قامت هذه القوات بحرق الخيم والمساكن الخشبية بشكل عشوائي دون أن تعطي ساكنيها أدنى فرصة. تنضم هذه الجريمة إلى سلسلة جرائم الاحتلال المغربي المتواصلة ضد المدنيين الصحراويين منذ اجتياح قواته أرض الصحراء الغربية 31 أكتوبر 1975. لنتابع مشاهد قاسية وتصريحات من عين المكان. صور ديال الناس بعد شوف هاي ديال البومبا هاي برات بومبا. هذه هي حقوق الإنسان اللي حصل عليها المغرب، راعى بداية نتيجتها، راعى بداية فائدتها، راعاها. هذه هي حقوق الإنسان. شوفوا يا أهل الصحراء، شوفوا اش خالق لكم، كملكم انتم في الحاجة اللي هي، وراعاه وكملت اليوم. منين حصل كاع على حقوق الإنسان؟ عادي قالوا راهو حرق الخارج من براكة وطيح الخارج من حاط. أهل الصحراء اليوم تبقى لها مبلقة ومرقها زدرق باش تفق فرق. راعى هذه حقوق الإنسان. وتم مبلقين يا الصحراويين، ثم حانوا باش ينعطاكم شيء أطمن ذا باش تعرفوا تنحرقوا حيين الصحك. تشكيلة كبيرة من الدرك الملكي وقيادة عبد العال وجيش على الشمال. المهم راح يتبرع كذا هي هذا تقريبا 3 أيام شوف سابق انذار بدون تعويض بدون ما عطاوش الصراحة، ما عطاوش شي وراه يدبشهم باش مزروق برا حق وراه يدبشهم ساكن مزروق برا. هاو الناس دعيناهم من الله راعي مش ايوا كارف السعوديين دعيناهم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. المنظمات الدولية حقوقية نصيفوا فيها وعدلنا فيها ما يزيد 20 سنة، وحنا نخيموا هون ونصيفوا عند البحر، وجاو الناس صفحة اليوم وأنا هذا والله لا شيء حقونا بكل صراحة. وعدوا لنا اقسام اللي عدت اسرائيل الفلسطينيين كانوا ينقصوا يدافع عن ما يدافع عن باش تستطيع ان نعتبر ذاك من قصيهم تعود وجو صيف فيهم وجو الفوت في الوقت
جاو حرب كامل وغنزيد لعب الطيقان هذا الشيء هل هذا غير شنو نقول لكم عندنا حنا هذا خادم الصراحه. هاي مسألة النار ثاقبة فيها وهذا الشيء باش تجي شيء هذا متفق من ليش سرقوه شوف الدو وهذا هذه بغاكت ناضل سعيد هداد. هذه بغاكت ناضل سعيد هداد معوق كان يجي هون يفوت السيمانه والله يستراح والله يفوت والله عند الحرب قام حرقوه يحرقوا بهيك الصحراوي كامل ما خلوش بغيت ما حرقوه. هذا من الله وين بسم الله ونعم الوكيل عينهم من الله عينهم من الله عينهم من الله بدأت تبوش ايه صح